في لحظة ما هتكتشف إن أهم قرار في حياتك مش هو إنك تحلم، لكن هو إنك تبدأ. كل واحد فينا عنده حلم، فيه اللي شايله جوه قلبه من سنين، وفيه اللي بيتمنى يصحى يلاقي نفسه وصل، بس الحقيقة ولا واحد بيوصل بالحلم. الوصول دايماً بيجي بالخطوة. فيه ناس حياتها كلها نفسي، وناس حياتها كلها عملت. انت عايز تبقى أنهي واحد؟ الدنيا عمرها ما هتديك طريق مفروش بالورود. هتقابلك صعوبات، هتقابلك خيبات، وهيجي وقت هتسأل فيه نفسك: هو أنا ماشي صح ولا بضيع وقتي؟ لكن اللحظة دي بالذات، اللحظة اللي بتحس فيها إنك بتنهار، هي نفس اللحظة اللي بتثبت إنك لسه واقف على رجلك ولسه مكمل. لأن النجاح مش إنك تكسب، النجاح الحقيقي إنك ما تستسلمش. كم يوم صحيت من غير طاقة ومع ذلك كملت؟ كم مرة حسيت إنك فاشل ومع ذلك وقفت تاني؟ كم باب اتقافل في وشك ومع ذلك فضلت تدور على باب تاني؟ ده الجهد الحقيقي، ده الفرق بين اللي يحلم واللي ينجح. اوعى تخاف من الفشل. الفشل مش عدوك، الفشل هو المدرسة اللي بتعلمك، وهو الطريق اللي بيوصلك، وهو العلامة اللي بتقولك إنك بتحاول أصلاً. ركز على يومك، كل يوم خطوة، كل يوم تطور، كل يوم قرار حتى لو بسيط. صدقني، التراكم هو اللي بيصنع النجاح. إحنا مش هنا علشان نعيش بالصدفة، إحنا هنا علشان نصنع معنى، إحنا هنا علشان نسيب أثر، وأثر كبير كمان. اسأل نفسك: إيه الحاجة اللي عملتها النهاردة تقربك من حلمك؟ إيه الشيء اللي ممكن تبدأه دلوقتي مش بكرة؟ إيه العادة اللي لو استمريت عليها شهر واحد حياتك كلها هتتغير؟ الناس العظيمة مش أحسن منك، الناس العظيمة بس استمرت، وهي دي المعادلة. استمرار صغير إكس وقت كبير إيش نتيجة عظيمة. فابذل جهدك، ضاعف تعبك، وسع حلمك، وقول لنفسك كل يوم: أنا قادر وهثبت ده. وفي الآخر سؤالي لكم: إيه أكتر حاجة عملتوها وفخورين بيها؟ اكتبوها تحت في التعليقات، يمكن حكايتكم تغير حياة حد. أما أنا فبشكركم على وقتكم، ونتقابل في فيديو جديد. في أمان الله.